السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات كوكا. مشاهدي الكرام، الفيديو تاع نهار اليوم خاص بوصفة القريوش. نجوزوا للمقادير بسم الله على بركة الله. نحتاج هنا زبدة التوريق، نقطع الزبدة ديالنا ونحطوها في كسرونة وندوبوها على نار هادئة. إذن ومن جهة أخرى نجيبوا الكيلة اللي نكيلو بها، حبيتوا تكيلوا بالكاس أو حبيتوا تكيلوا بالفنجان. في غيسيبيون أنا كيلت 4 كؤوس فارينة معمرين مليح، وبنفس الكيلة كيلت الزبدة. حطيت قرصة ملح ونصف ملعقة كبيرة من لافاني، ثم نحط هنا زبدة التوريق ديالي بعد ما ذابت شوية، نحطوها في الفارينة ديالنا، وبنفس الكيلة نكيلو الماء الزهر. ضفت هنا لافارين ديالي ملعقة كبيرة من السكر كريستاليزي، ونصف ملعقة صغيرة من الكولورون، هذا ملون أصفر، وراني نبسس وندخل ليدام هكذا بهذه الطريقة في الفارينة ديالي، ونضيف ملعقة كبيرة ناقصة من الخل، ونبدأ نطم العجينة بماء الزهر. إذن هنا كملت الكيلة الأولى، وراح نضيف نصف كيلة من ماء الزهر، ونبدأ نطم العجينة كما راكم تشوفوا. إذن كملنا نصف الكيلة الثانية، ولكن العجينة تاعي ما زالت يعني مخصوصة شوية. ضفت هنا 4 كيلة تاع ماء الزهر، ولكن حذري تروحوا ديروا هنا بشوية وبالتدريج. أنا ضفت رشة خفيفة وبديت نعجن بهذه الطريقة، وبديت نطم في العجينة. حسيتها أني ما حاش نزيد لها بهذا الشكل، راني نطم في العجينة ديالي، ولكن ما حاش نضيف لها لأن هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. إذن ما ضفتهاش كامل، ضفت رشة خفيفة من الربع الكاس اللي ضفته من الآخر. نحط العجينة ديالي سوغ البلان دو ترافاي ونبدأ نعجنها هكا حاجة خفيفة حتى تصبح ملساء. نجيب كوبات ولا سكين ونقطع العجين اون دو، ثم هذاك النصف نزيدو نقطعوه إلى 2، ونعجن نكورها هكذا بهذه الطريقة، نعجنها ونكورها ونحطها في كيس بلاستيكي ونغطيها ترتاح مدة 10 دقائق. من جهة أخرى نحطو الفارينة عفوا لا مايزينا، ومعها ملعقة من الفارينة. ندير رشة من لا مايزينا بعد ما ارتاحت العجينة ديالي 10 دقائق، نجي نحلها بكل سهولة بهذه الطريقة من الوسط، ونخدم لي كوتي من الوسط ونخدم لي كوتي، ونزيد نطلعو للفوق، ونزيد رش هنا من لا مايزينا، ومن الوسط إلى الأعلى نخدمو مليح لي كوتي، ثم من الوسط إلى الأعلى ومن الوسط إلى الأسفل حتى تصبح رقيقة هكذا نوعا ما. البلان دو ترافاي ديالنا يبدا يبان. نزيد هنا رشة من لا مايزينا بهذا الشكل، كل ما نطوي نضيفو لا مايزينا بهذا الشكل. نحط العجينة ديالي في كيس بلاستيكي ترتاح مدة من 2 ساعة فما فوق. إذن أنا نظرا لضيق الوقت وحبيت نكمل معكم لا فيديو، خليتها ارتاحت ساعة، وجبت هنا العجينة ديالي وراني رايحة نحلها. دائما نحلو بلا مايزينا، نديرو رشات هكا خفيفة من لا مايزينا تاعنا باش تسهل علينا عملية يعني باش نفتحو العجينة. إذن هنا نجيب الكرتونة ديالي اللي كنت حضرتها مستطيل، هذا حضرته طوله 16 سنتيمتر والعرض ديالو 12 سنتيمتر هكذا باش تخرج لكم الحبة ماشي كبيرة وماشي صغيرة.
ونقطع بالجريورة هكذا هاد الأشرطة، ثم نقطع في الوسط ونروح جهة اليمين نقطعو 7 أشرطة، والجهة تاع اليسرى نقطعو كذلك 6 أشرطة حتى تصبح عندنا 17 شريط، عفوا 14 شريط، 7 من اليمين و7 من اليسار. نجيب الماء ونلصق العجينة ديالي كي نطويها بهذا الشكل، ونزيدو نطويوها بوغ لا دوزيام فوا هكذا، ونضغطو في الأطراف باش تلتصق معنا، ونديرو هاد الحركات هكا في القريوش لأنها جد مهمة باش نفتحو هادوك الأشرطة، ونجيبو نحسبو 7 من اليمين و7 من اليسار كما راكم تشوفو، ونخرج العجينة نتاعي هكذا بهذا الشكل، ثم نزيد نطوي إلى الجهة تاع الخلف، ونربط نعبز هكا بالأصابع، ثم نكسلو العجينة ديالنا هكا كما راني نقولكم. هاد الحركات جد مهمة، ونضغط في الأطراف ونقطع الزائد حتى ما يتعجنوناش كي نقليوهم. بهذا الشكل نروح نوجد الزيت اللي نقلي فيها، نجيبو كسرونة أو مقلاة نحطو فيها الزيت على نار يعني فوق الهادئة بشوية برك حتى تسخن الزيت معانا، ونجيب القريوش اللي كنت حضرته ونبداو نقليوه بهذه الطريقة وبهذا الشكل. نقلبوا الحبة تاع القريوش ديالنا هكذا، ومن بعد نقطروا الحبة تاع القريوش، نقطروها مليح من الزيت، وهاي لك النتيجة. نروحوا الآن نعسلوا القريوش ديالنا، والعسيلة كنت حضرتها معكم في فيديو السابق، كنت دفيت العسيلة ديالي، والآن راني نعسل في حبات القريوش بهذه الطريقة، نعسلهم كامل، ثم ندير لهم رشة خفيفة من الجلجلان اللي كنت حمصته للتزيين طبعا بهذه الطريقة. وهاي لك النتيجة النهائية للقريوش تاعنا، يخرج رائع والبنة أروع. إذا نقولكم جربوا هذه الوصفة لأنها ناجحة 100%، وشوفوا لي التعسال يعني معسل للقلب، وشوفوا القرماشة والفييتاج ديالو والبنة بيرفكتو، ما نحكي لكمش، جربوه وراكم رايحين تكتشفوه، ولما لا تعتمدوا في مشاريعكم. والآن معليا غير نقول لكم اشتراك، أبوني وتفعيل وتعليق شباب كيما نتوما. نحبكم، سلام.